أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: مغربية تنهي حياة زوجها بطريقة بشعة. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. اهتزت مدينة سيدي بنور على وقع جريمة قتل مروعة ارتكبتها زوجة ضد زوجها، وحدثت الجريمة بحي السعادة، حيث هاجمت الزوجة البالغة من العمر 28 عاما زوجها البالغ من العمر 40 عاما، والذي يمتلك محلا لبيع الأواني المنزلية، حيث قامت الجانية بطعنه بالسكين في منطقة الصدر. وتشير مصادر محلية إلى أن الجريمة قد تكون نتيجة خلافات سابقة بين الزوجين تطورت إلى جريمة قتل. هذا وقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة يوم أمس بنقل جثة الهالك إلى قسم حفظ الجثامين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في نفس المدينة من أجل إجراء الفحص الطبي أو التشريح عند الضرورة لتحديد سبب الوفاة الحقيقي. هذا وقد تم اعتقال الزوجة من قبل قوات الأمن في سيدي بنور، وتم وضعها تحت الحراسة النظرية للتحقيق في ظروف الجريمة في انتظار عرضها على النيابة العامة في المحكمة المحلية. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.